السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد من قناة تيتو للتكييف، القناة اللي بتقدم لك دايما كل جديد ومفيد في عالم التكييف. النهاردة هنعمل مقارنة قوية بين اتنين من اشهر الماركات في السوق المصري، تكييف ميديا وتكييف هاير. يا ترى مين فيهم الافضل؟ مين فيهم الاحسن؟ تابعوا معانا للاخر علشان تعرفوا كل التفاصيل. هنتكلم الاول عن التصميم والشكل الخارجي للجهاز. أول حاجة طبعا بنبص عليها هي الشكل والتصميم. تكييف ميديا بيجي بتصميم أنيق جدا وبسيط، خاماته متينة، يعني في المجمل نقدر نقول إن هو جهاز هيبقى اختيار مفضل جدا لأي حد عايز يجيب تكييف. أما تكييف هاير بيتميز بتصميم عصري جدا وشاشة LED واضحة. طبعا الشاشة زي ما اتكلمنا قبل كده إن هي مش بتكون على قد شاشة بتظهر درجات الحرارة بس، دي شاشة علشان الأعطال كمان. رأينا طبعا في الموضوع إن الشكل مسألة ذوق مش أكتر، يعني كل عميل على حسب ما هو شايف، بس هاير متفوق شوية في المظهر العصري للجهاز. تاني حاجة هنتكلم فيها هي الأداء والتبريد. ميديا جهاز معروف بسرعة التبريد وكفاءة الكمبرسور خصوصا في الحر الشديد، وزي ما قلنا قبل كده الكمبرسور بتاع الجهاز الميديا هو كمبرسور تروبيكال خاص للعمل في المناطق الاستوائية. هاير كمان جهاز قوي جدا في التبريد، وزي برضه ما قلنا قبل كده ان الكمبرسور بتاعه كمبرسور تي3 خليجي، بس اللي بيميزه انه بيشتغل بكفاءة حتى مع الكهرباء الضعيفة. طبعا رأيي ان الجهازين ممتازين، بس الهاير بيتفوق شوية في الاستقرار في الأداء عن الجهاز الميديا. بالنسبة للاستهلاك بتاع الكهرباء، الموضوع ده مهم جدا لأي بيت. أغلب العملاء اللي بيفكروا يشتروا جهاز تكييف الفترة دي بيفكروا قبل ما يشوفوا الجهاز يشوفوا استهلاكه في الكهرباء قد إيه. أغلب العملاء بيتوجهوا ناحية الأجهزة الانفرتر علشان استهلاك الكهرباء بتاعها بيكون أقل شوية من الأجهزة العادية. تكييف ميديا بالنسبة للموديل العادي بيستهلك كهرباء زيادة شوية بسبب الشرائح الإلكترونية اللي موجودة فيه اللي بتزيد من فاعلية الجهاز وكفاءته. طيب لو هنتكلم على الانفرتر، تكييف ميديا بيستهلك كهرباء أقل بنسبة بسيطة عن الهاير خصوصا في موديلات الانفرتر، لكن هاير برضو موفر، بس ميديا بيكسب في المنطقة دي، يعني النقطة المرة دي تروح لصالح ميديا. بالنسبة للسعر بتاع الجهازين، الاتنين سعرهم قريب من بعضه إلى حد ما، بس ميديا أحيانا بيكون أرخص. احنا بنقول أحيانا، بيبقى أرخص إمتى؟ بيبقى أرخص في فترة العروض. الميديا بيعمل أحيانا عروض على الأجهزة بتاعته والجهاز سعره بينزل، وفي بعض العملاء بينتهزوا الفرصة ويبدأوا إن هم يشتروا اللي محتاجينه. بالنسبة لخدمة ما بعد البيع، ميديا عندها توكيلات قوية جدا واستجابتها سريعة. الهاير طورت جدا في السنين اللي فاتت أو في الفترة الأخيرة، لكن لسه ميديا متفوق في الانتشار والدعم. النقطة هنا طبعا هتروح لميديا برضه. أنا من رأيي إن الجهازين كويسين جدا، الجهازين خامات تصنيعهم ممتازة، الجهازين يستاهلوا إن أدفع فيهم فلوس. بس الفكرة هنا أنا هختار إيه؟ أنا هختار الميديا ولا هختار الهاير؟ الميديا معانا من زمان، القطع الغيار بتاعته متوفرة موجودة في السوق بكثرة. الهاير بادئ ينافس وبينافس بقوة جدا، بل بالفعل غطى على أجهزة موجودة في السوق بقالها سنين علشان خامات تصنيعه كويسة والجهاز نحاس، وعلشان حكاية إن الكمبرسور بتاعه تي3. الميديا زي ما قلت لحضراتكم معانا من زمان، الميديا خارج من مصنع كارير، الميديا متفوق عن الهاير في حكاية قطع الغيار اللي موجودة في السوق. يعني لو عايز تكييف شيك وقوي
وموفر، الاتنين كويسين، بس لو هنختار بناء على التجربة والخدمة والاقتصاد طبعا ميديا بيتفوق، بس بفرق بسيط جدا. لو في عند حضراتكم أي تجربة مع أي نوع فيهم شاركونا في التعليقات، وما تنسوش تعملوا اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.